السلام عليكم، كيفكن؟ اليوم عنا أكلة الششبرك. رح بلش بالعجينة. العجينة بحط لها زيت وشوية ملح وشوية مي. طبعا لا تكتروا مي مشان ما تصير طرية كتير يعني. شوفوا ما شاء الله طلعت ناعمة بتجنن. بلشت بالبصل، قشرتن ونظفتن وفرمتن، وبلشت باللحمة حطيتها على النار وقلبتها. بعدين بضيف لها البصلة وبحركن مع بعض، وبضيف لهم البهارات حسب ما انت بتحبي، كمون، بابريكا، عصفر، فلفل، فلفل اللي انت بتحبيه. بلشت هون بالعجينة، طبعا رقة ومقطعة، والقطع حسب ما بدك، بالفنجان بالكاسة، حسب الحجم اللي انت بتحبيه تعمليه. نحن بنحب الفنجان اصغر شي صراحة. شوفوا ما شاء الله بلشت احشيهم، وانا بعملها عمدن، هي العمدن تكرار الشغلة، لأنه في ناس تحب تتعلمها، في بنوتات صغار عم يتعلموا الطبخ بيحبوا يتفرجوا على هيك شغلات ويتعلموا منها. يلا اعملوا لي هون لايك واشتراك، لا تنسوا يا حبايب، عشان نتابع الطبخة مع بعض. شوفوا ما شاء الله طبعا عملنا كذا صدر، عملنا شي ثلاث صدورة. بلشت باللبن. طبعا اللبن حطيت له طحين انا وبغليه على النار. في ناس بحطوا له بيض، في ناس بحطوا له نشا، انا بحط له طحين صراحه. شوفوا ما شاء الله على الطبخ. وعملت شوي قلي جنبهم. انا كل ما اعمل يعني ششبرك بعمل قلي كمان، لانه في ناس بحبوها كمان عندي بالعيله. والله طيبه يعني صراحه. شوفوا ما شاء الله، شي ناي صراحه، طعمه ولون وشكل. هي الشوربه حطيت الكزبره وتوم، طبعا قليتهم وحطيتهم على الوش. شوفوا هون هي اكلتنا جاهزه. اللهم ادمها من نعمه وحفظها من الزوال. ما شاء الله.